قصة تبان شي خيال، ولكن صاحبها جلس قدامي وكيحكيها بعينيه اللي كانوا عامرين من الدموع ما كتنشفش. هكا قال الشخص اللي حكاليه. فانا غادي نعاود لكم القصه بلسانه، فيلا معايا. اليوم غادي ناخدكم معايا في دولة في جنوب افريقيا، مدينة مناجم الذهب. ولكن القصة اللي وقعت فيها كانت اغلى من الذهب كامل. كنت خدام تما، وفي النهار من الايام جا عندي موعد مع شخصية معروفة. هذا الرجل كان قسيس نشيط من كبار المنصرين. دخل عندي بابتسامة هادئة، قصير شوية، اسود البشرة، ملامحه فيها طيبة. ولكن اللي كنت غادي يسمع منه غادي يقلب كل شيء. قلت ليه: واش ممكن تحكي لنا قصة إسلامك؟ تبسم وقال: غادي نحكي، ولكن ركزوا معايا مزيان. قال لي: كنت قسيس نشيط بزاف، خدام في الكنيسة ليل ونهار. ما كنتش غير كنخدم، كنت كنصر الناس كل بلاصة كنمشي ليها، في مدارس، مستشفيات، وحتى القرى. كانوا كيدعموني بالفلوس، وكنت كنوزع الهدايا والمساعدات باش نقرب الناس ليا. بصراحة كنت كنحس براسي ناجح، عندي دار، عندي طوموبيل، وعندي مكانة. الناس كانت كتحترمني بزاف، ولكن في داخلي كانت كاينه واحد الحاجه ناقصه، شي فراغ ما عرفتوش الصراحه شنو هو. وسكت شويه وتنهد وقال: في نهار واحد دخلت نوح المحل باش نشري هدايا، وتلاقيت مع تاجر مسلم. من بعد ما ساليت شرا، شاف فيا وقال: واش انت قسيس؟ مع انا كنت لابس اللباس ديال القسيس، فعرفني. قلت له: صحيح. سولني سؤال بسيط ولكن قلب حياتي كاملة. قال لي: جيب لي آية واحدة في كتابك قال فيها المسيح بلسانه أنا الله أو اعبدوني. فقط هاد الجملة اللي قالها. هو كيحكي حسيت بحال الى الأرض زلقت من تحت رجلي. قلبي بدا كيضرب 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 كيضرب، وحلقي نشف. بغيت نجاوب ولكن الكلمات هربوا مني، حيت بصراحة ما عرفتش باش نجاوبه. انا حافظ بزاف ديال الحاجات، ولكن فحال صدمني بداك السؤال. فصافي خليته ومشيت لدارنا. قلبت في كتبي وفي المراجع، وكنت حافظهم عن ظهر قلب وهكاك، وبقيت كنحاول انني نلقى شي جواب على داك السؤال هذاك، ولكن ما لقيت حتى جواب واضح. داك السؤال بقى كيدور في مخي، كيدور كيدور كيدور، ما خلانيش نعس ديك الليله، ما خلاني لا ناكل. وليت كنحس بالخوف، فخفت وبقيت كنطرح على راسي سؤال: واش كنت غلط طول هاد السنين؟ ففي الصباح مشى عند المسؤولين في الكنيسة وسولهم، وحتى واحد ما جاوبه، غير قالوا ليه راه بغا يضلك، راه ما بغاش انك تكمل في هادشي. قال: ولكن السؤال بقى بلا جواب. جا نهار خاص يخطب فيه قدام الناس، طلع المنبر، شاف الوجوه قدامه ولكن لسانه ثقيل، ما قدر ينطق حتى شي كلمه، ما قدرش انه يهضر معاهم. صافي العقل ديالو عامر بداك السؤال، خصو يلقى الجواب ديالو. قال انه عمره ما حس بضعف بحال داك النهار. كنت كنحس براسي فارغ، مهزوز من الداخل. فمشى لدارو ودخل البيت صغير، سد على راسو الباب وبدا كيبكي كيبكي كيبكي. فقال: ما عمري ما بكيت بحال هكا. كنت كنحس بواحد الحيرة، بواحد الخوف والضياع. ورفعت عيني للسما وقلت: يا رب، إلا كنت انت هو الإله الحق دلني، راه قلبي تعذب، ما تخلينيش في هذا الظلام. وبقى كيبكي ليلة كاملة وهو كيدعي. فنعس وقال: في الحلم لقيت راسي في واحد القاعة كبيرة بزاف، خاوية، والهدوء كان مخيف. وفجأة بان قدامي واحد النور قوي. من وسط داك النور خرج رجل ملامحه ما بيناش من شدة الضياء، يعني من شدة داك النور اللي كاينه في وجهه ما كيظهروش الملامح مزيان. فوقف قدامي وفجأة سمعته كيقول بصوت واضح وقوي، ولكن فيها طمأنينة غريبة، وهو يعيط: يا إبراهيم. قال هو كيحكي والدموع في عينيه. في داك اللحظة تجمدت الدم في عروقي، قلبي وقف في لحظة. بقيت كنشوف مورايا، بقيت كنشوف اليمين واليسار، ما عرفتش واش زعما كيعيط من شي واحد. فقلت يمكن كاين شي حد سميتو ابراهيم، ولكن ما كان حتى واحد غيري. رجع عاودها
وقال لي: انت ابراهيم؟ قال: حسيت بقشعريرة مشات في جسمي كامل. انا عمري ما كان سميتي ابراهيم، ولكن في ذاك اللحظه حسيت بحال الاسم كيعرفني اكثر من راسي. حسيت بخليط ديال الخوف والراحه، الدهشه والرغبه في البكاء. وقال لي: شوف لي من ديالك. ففاش درت كنشوف واحد الرجال لابسين ابيض وعمائم بيض ماشيين بهدوء. قال لي: تبعهم وغادي تعرف الحقيقه. فاش فقت من النعاس عمري ما فقت بعد الاحساس. قلبي كان خفيف ولكن عقلي مسطوم. بقيت كنقول: كيفاش ناداني باسم ماشي ديالي؟ شكون هذا الراجل؟ واش هادشي بصح؟ بدا كيقلب ويسافر ويسول حتى لقى واحد المسجد، وعند الباب مشى شاف راجل لابس ابيض وعمامه نفس الصوره اللي شافها في الحلامه. قرب ليه هو قلبه كيخبط 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 وخوفان، ولكن قبل ما يهضر الراجل شاف فيه وقال له: مرحبا بك ابراهيم. هنا حسيت بحال الدنيا كلها سكتات، ما بقيت كنسمع والو غير دقة قلبي. وقلت في راسي: كيفاش عرف سميتي؟ وما فهمتش كيفاش هادشي. رجليا بداو كيترعشوا، حسيت راسي قريب نطيح. والراجل قال لي: شفتك حتى انا في الحلم وانت كتقلب على حقيقة، والحقيقة هي الاسلام. فقال في داك اللحظة ما بقى عندي حتى شك، حسيت بواحد الراحة ما عمري حسيتها، بحال الا شي حمل كبير تحيد من فوق صدري. فدخلت المسجد، شفت الناس كيسجدوا، حطيت راسي في الارض وبقيت كنبكي. ماشي بكاء حزن، بكاء واحد لقى الطريق من بعد ما كان ضايع. ومن ثم تبدلات حياتي وتخليت على المنصب وعلى الفلوس وعلى الاغراءات. القساوسة فاش عرفوا انه دخل الاسلام حاولوا انهم يغريوه بالفلوس باش يرجع معهم، ولكن هو والو ما بغاش. قال: فاش عرفت الحق مستحيل نرجع للور. فولا كيدور وكيدعو الناس بصبر وببساطه. ملابسو تبدلات، حياته تبدلات، ولكن عينيه كان فيهم واحد النور ما يتشراش بفلوس الدنيا كامله. راه الانسان يقدر يعيش سنين وهو كيظن انه على حق، ولكن الا كان صادق في البحث ديالو الله كيدله. الهدايه ماشي صدفه، الهدايه اختيار من الله، القلب صادق. الا وصلتي لهاد اللحظه قل في الكومنتير: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.